بمناسبة احنا في قاعة افراح، في حاجة بقابلها اللي هي الافراح، وتحديدا الرقص في الافراح. البنات بيرقصوا بطريقة والولاد بيرقصوا بطريقة. تحبوا نبدأ بمين؟ ده اجماع الولاد. تاني، البنات ولا الولاد؟ حلو، اجماع الولاد. بصوا الولاد بيقولوا كده على جنب كده. بصوا يا رجالة، هنقسمها رقصة للعريس ورقصة لاصحاب العريس. بالنسبة لرقصة العريس الولاد هيفهموني قوي. في رقصة العريس بيرقصها لما اصحابه ياخدوه على جنب ويعملوا دايره عشان يوجبوا معاه. عارفه انت دي؟ العريس بيرقص ازاي؟ لا، ولاحظ اللي عمل واحد صاحبه وجب معاه قوي. ده العريس. في اصحاب العريس. اصحاب العريس انا لحد دلوقتي مش عارف هل هم بيرقصوا ولا بيتخانقوا ولا بيحضروا زار بلدي بيعملوا كده. انا مش فاهم يعني انتوا بتعملوا ايه؟ دول الولاد. البنات بقى، نتكلم على البنات ولا لا؟ حلو، هنتكلم على البنات. انا ديمقراطي قوي. بص، في رقصه للعروسه وفي رقصه لاصحاب العروسه. العروسه برضه هي لها رقصه واحده بس، تجيب زميلتها كده في نص الدايره وتقعد تعمل كده. طب حبت تغير تعمل ايه؟ تعمل كده، بتمسح عربيه. دي رقصه العروسه. في بقى رقصه اصحاب العروسه. بصوا، غالبا صاحبة العروسة ما بترقص، بس في واحدة من زمايلها بتبقى رقاصة. مش رقاصة، هي بتعرف ترقص. تلاقي مرة واحدة كده تشدها، تعالي ادخل ارقص، تقول لا مش هينفع، لا، وتبرق لهم لا ما ينفعش. أول ما يقولوا لها في عريس جاي، تلاقي عربية بتشوف تخبز. لا، اللي بتدوروا على لسان انت. دي مثلا مشكلة كنت بقابلها اللي هي مشكلة الأفراح. غالبا بتقابلوا في الأفراح بقى ايه؟ الناس اللي هم قاعدين ورا، اللي هم سامعيننا دول، بيبقوا قاعدين كده، قاعدين بينموا على فستان العروسة وبتاع العريس، واول ما الكاميرا تيجي عليهم تحس ان عادل امام اتحول على طول. اعزائي، شايفني جيت اتفرج على